9.5 مليون. يعني اذا برضه نراجع بنفس النهج. فخدنا اكمل قرطام على النموذج من جنوب. دخلنا في دايره مثلا زي دايره شبرا والشرابيه، فلقينا محمد سوسته ده حد برضه داخل بنفس النهج بيوزع فلوس في العيد ولحمه برضه. فلقينا الناس اللي هي بتشتغل بنفس السيستم القديم والناس اللي هي هتفسد الحياه السياسيه في المرحله الجايه. طبعا الحكم بتاع بالامس ده وانا شايف انه بصراحه يعني هيريحنا كتير، اللي هو الحكم القضائي اللي صدر من محكمه المنصوره. انا شايف انه ريحنا كتير، بس انا حتى طلبت الدكتور وحيد عبد المجيد وكلمته منذ قليل ان في اجتماع بكره للتحالف الديمقراطي وكل القوى السياسيه، ان القوى السياسيه توحد وجودها من اجل تنفيذ الحكم. لان احنا محتاجين يعني نركن الجدل ده كله، محتاجين برلمان ما يكونش فيه نواب سابقين، محتاجين برلمان يجي يعبر عن الثوره المصريه. بس هي في ازمه هتقابلنا ان كل الاحزاب فيها فلول، كل الاحزاب مرشحه فلول. فهل يا ترى ده هيؤدي الانتخابات؟ يعني محتاجين حد يوضح لنا. المشكله في موضوع انه قد يطعن على نتائج الانتخابات بعد ذلك لوجود بعض الفلول الموجودين فيها بعد صدور القرار، اذا صدر قرار. وده هتخلينا نرجع برضه لاداره المرحله الانتقاليه، لسوء الاداره. يعني انا مش عارف، يعني لو كنا عملنا الدستور ما كناش دخلنا في الجدل دوت، لو كنا نظرنا كنا عزل تونس النهارده فين واحنا ليبيا فين واحنا فين. فهي في مشكله محتاجه، لو المجلس العسكري المستشارين بتوعه مش شايفين شغلهم صح يغير المستشارين. طيب. يا اما في تعمد في ده. طيب احنا خلينا نرجع مره ثانيه لموضوع الفلول والقوائم السوداء. فضل. حتى نلقي الضوء على الموضوع للمشاهد اللي رايح ينتخب، لان هناك احزاب كثيره جدا يا استاذ عصام نشأت بعد الثوره باسماء ثوريه اصلا وتضم فلول. طب ممكن نلقي الضوء على الموضوع ده للمشاهدين؟ والله احنا شايفين هم في 8 احزاب او 7 احزاب تقريبا هم اللي بداوا يبقوا موجودين مكان الحزب الوطني. شايفين ان اقوى 3 احزاب رصدناهم اللي هم مرشحين فلول، في حزب الحريه وفي حزب المحافظين وفي حزب مصر الحديثه. دول 3 احزاب هم اللي ترشيحاتهم كلها فلول، باقي الاحزاب فيها فلول.